كانت ليلى فتاة في 17 من عمرها، تعيش في قرية صغيرة على أطراف المدينة. منذ أن توفيت والدتها وهي بعمر 10، تغير كل شيء. والدها أصبح غريبا عنها، غارقا في حزنه، لا يرى فيها سوى انعكاسا لزوجته الراحلة، فصار يعاملها ببرود وكأنها سبب الألم. كبرت ليلى وسط الوحدة، لا أصدقاء لها، لا أحد يسمعها حين تبكي، ولا أحد يلاحظ غيابها إن تغيبت عن المدرسة. كانت تجد سالس العزاء في الكتب، تكتب خواطرها في دفتر قديم، وتحتضنه كل ليلة وكأنه والدتها. بكت ليلى طويلا، ليس فقط لفقده، بل لأنها أدركت متأخرة أنه كان يحبها، لكنه لم يعرف كيف يظهر ذلك. مرت السنوات، كبرت ليل، أصبحت قوية رغم كل شيء، لكنها لم تنسى، وكلما نظرت إلى دفترها القديم عادت تلك الدموع القديمة لتنسكب من جديد. تذكرها بطفولتها المسروقة، وحب الأب الذي جاء متأخرا. بعد وفاة والدها، اكتشفت ليلى رسالة قديمة مخبأة بين أغراضه. كانت مكتوبة بخط يده، يخبرها فيها أنه كان فخورا بها، لكنه لم يعرف كيف يتعامل مع حزنه، وأنها كانت النور الوحيد في حياته بعد رحيل والدتها. هذه الرسالة منحت ليلى طمأنينة لم تشعر بها من قبل. قررت أن تبدأ من جديد. عادت إلى الدراسة، وأكملت تعليمها بتفوق. أصبحت لاحقا أخصائية نفسية للأطفال، تساعد من يعانون من الوحدة والحزن مثلما عانت هي. وفي أحد الأيام، بينما كانت تلقي محاضرة عن أهمية التعبير عن المشاعر، ابتسمت وقالت: أحيانا يولد النور من عمق العتمة، وأنا كنت ذلك النور.